مرحبا. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا كلكم ملاح. اليوم راح نشارك معكم هذا الموديل اللي عملت معكم من قبل المونش كروازي بالتفصيل في القناه، راه موجود الفيديو. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. شوفوا كيف ما يجي، يعني قندوره سامبل تاع الدار تقدروا تلبسوها حتى في مناسبه خفيفه، يعني مونش كروازي بهذا الكالون. ودرت فيها شويه حجرات، يعني سامبل. حلاوتها في بساطتها، جات ياسر هايله، يعني في لبستها التصوير ما عطاهاش حقها. اول حاجه انا عندي ميطرتين تاع كتان كنت شربته، وشوفوا في هذا الموديل يعني تعبت في تفصيلته. تحتاجوا على الاقل ميطرتين وربع باش تخدموا بالاكمام والتبطينه تاعهم. طبقت حندير تفصيل داخل في الخارج من جهه الطول. هزيت عرض الكتفين 19 سنتيم. ربع دوران الصدر عملت فيها هي 29، ضفت لها 5 تاع التوسيعه دائما كيما مولفيني. 34 عفوا. راح نسقط الخط هذاك تاع عرض الكتفين على ربع دوران الصدر. نزيدو نهبطو من نقطه تاع الاساس، نهبطو ب 16 سنتيم. دائما نخلو 1 سنتيم الفوق تاع الخياطه، تاع حق الخياطه. ميانا للكتف درت 2 سنتيم. هذيك 16 سنتيم كما عودتكم عليها هي المسافه بين الابطين. هذه تساعدنا في لي بانس برانسيس ولا في الحرده تاع الابط كي نجو نرسموها. نهبطوا من الفوق من نقطه الاساس، نهبطوا ب 40 سنتيم، هي ربع دوران طول الخصر، ونحددوا ربع دوران الخصر. ولا كما تقدروا تهبطوا طول من الصدر او من دوره الصدر، تهبطوا ب 20 سنتيم. انا ديما نعمل هنا الدوران نعمل 20، الاطوال نعمل 20 20 20، الا في حاله ما تكون المره طويله. هنا الكتف نقصت منه 2 سنتيم. دائما انا ناكل في الكتف باش يجيني صغير وما يجيش الاكمام طايحين، خاصه كي تكون المراه ضعيفه ما عندهاش الكتف. ربع دوران الخصر عملت فيه 33 سنتيم، طبعا مع الزياده تاع الخياطه والتوسيعه وحق لي بانس. ندخلوا ب8 سنتيم من الجهه المغلقه. طبعا نحددوا هذه تاع لي بانس. العمق تاع لي بانس 3 سنتيم. ارتفاع تاعهم نطلعوا ب8 ونهبطوا ب12، يعني دائما ثابته. هذا القياسات عندي تاع لي بانس. نرسم هذاك المعين تاع لي بانس. نكملوا. شوفوا طول من الخصر نروح طول باللارج تاعي. طبعا هنا في تفصيل الداخل في الخارج من جهه الطول كيكونوا غير مترتين، راعوا القياسات من الجهه الاخرى، يعني نهز حتى الجهه الاخرى تاع دوران الصدر والخصر ونشوف قادر يعني نطيح في الخطا. يعني ما توسعوهاش اللارج ياسر حتى تحاولوا ديروا القياسات الاخرى. هنا نقصوها. الرقبه ثاني نحددها فقط، ندير العمق تاعها من بعد عرضها 8. نخلوها كيما هكا لانه راح نبطنها بالاطوال كولونط باش تجيني شويه واقفه، لانه الكتان كيما تشوفوا في رايف يعني. كيما هكا نقصها لتحت اللارج لتحت. اللارج لتحت عملت فيها 50 سنتيم، 55 تجي ملاحه. هنا نحطوا الجهه الامام على الجهه المفتوحه، جهه الخلف. الرقبه تاع الخلف العرض 8 وهبط ب8 سنتيم. راح نقصها كيما هكا، يعني رقبه عادي في الخلف. نكرونتي هذاك المنتصف تاع الظهر ونقصهم مع بعضهم بهذا الشكل. الرقبه تاع الخلف يعني دائريه، ماشي محلوله، ما نعملش فيها يعني ما تحتاجش لاطوال كولونط، مش كيما الرقبه تاع الامام، لانه احنا عملنا رقبه قلب بلوزه تحتاج يعني تحتاج تبطينه باش يجي الرسم تاعها مليح وما تفزنش القياسات. هنا نحددوا فقط لي بانس تاع الخلف. لي بانس تاع الخلف نطلع ب12 ونهبط ب12 دائما. كما قلت لكم نطلع ب12 ونهبط ب12. العرض تاع البانسه تاعي عملت فيها 3 سنتيم، ونرسموا هذا المعين تاع البانسه تاعنا كيف ما نحددوه من الجهه الاخرى. يعني عندكم قدام من طريقه، شوفوا تقدروا تعملوا كيما انا. شوفوا لي زيبانجل نحدد يعني البدايه والوسط والنهايه تاع البانس تاعي، ولا تقدروا مباشره بالطباشير كيما موالفيني. نحكم الكتان من الفوق ونعين النقاط هذو الثلاثه من تحت.
يعني الطريقتين الاثنين يعني يصرعوا. نروحوا للرقبه تاع الامام درتها بلا طوال كولونت، ولا تقدروا ديروا فيزلين رقيقه. الرقبه عملت 8 هبط ب20 سنتيم، ونزيدوا من تحت نرسموا المستطيل هذا 20 على 8 كيما لتحت كيما الفوق. راح نعملوا رقبه قلب بلوزه بقياسات مضبوطه. نزيد نهبط ب16 سنتيم، هذيك 20 هبط بها نعمل 16 سنتيم، هذيك 16 نقسمها على 2. شوفوا نروحوا من هذيك 16 نديروا نرسموا كيما هكا مستطيل. هذيك المثلثه ندخلوا فيها ب1.5 فقط. هنا شوفوا طلعت ب7 سنتيم، يعني دخلت من المنتصف هذاك تاع 16، منتصف تاع 16 واستعملت المنتصف تاعو اخر. تبعوا فقط المراحل دوك تخرجوا لها. ما تجيش محلوله ياسر هذه الرقبه، ما تخافوش منها. اللي تحبها محلوله ياسر طابت في هذاك المستطيل دير 23 ولا 24 عادي. احنا نروحوا للتبطينه تاع الامام. جبت هذاك الطرف اللي نحيته يعني من الرقبه، وناخذ هذه القياسات نحطه على الكتان تاعي. شوفوا هنا اللي شيت كنت خيطتهم باش نعمل بها تبطينه، قلت لكم الكتان ما كفانيش. نروحوا ب7 من الفوق، كي نلحقوا هنا في هذاك القوس نديروا 6 من تحت. راني عملت هنا 10 من هنا، راني عملت فيها 10 يعني كيما كا. ونقصوا هذا التبطين تاعنا يعني كيما عملت في الاكمام، نفس الطريقه اللي عملت في الاكمام. راح ندير لا فينيسيون نفس لا فينيسيون، نعمل يعني قالو يجينا مخفي، خياطه تجي مخفيه، وندير يعني قندوره واحده ما كانش فيها تبطينه. شوفوا كيف ما نزيد نقص كيما هكا هذوك الزايد كله، ونتحصل هذا الطرف نجيبه. الان نجيب هذا الطرف تاعي. شوف عملت له حتى هو لا طوال كولونت. نجيب شوفوا الوجه تاعو مقابل الظهر، ونخيطوه عادي كيما فين نخيطو تبطينه. نخيطو على بعد نص سنتيم. تابعوا الشكل تاع الرقبه ديما. كي نلحقوا لهنا للزاويه ذي ولا المنتصف نهبطوا لبرا ونطلعوا الرجل ونكملوا خياطتنا. شوفوا تابعوا هذاك القوس تاع الرقبه باش ما تفزت ليكمش القياسات، يعني راني نتبع فيه تعيطوها بشويه فقط باش ما تفزت لكمش شكل الرقبه. نروح هنا نكرونتيو هذه التبطينه، كرونتاج كذا خفيف، ما تفوتوش الخياطه فقط. بهذه الطريقه راني حاولت ما نسرع لكمش الفيديو باش تفهموا المبتدئات. دائما تقولوا لي تسرعي، راني ما سرعتوش. هنا نجيبوا الان نثبتوا التبطينه تاعنا. شوفوا كيف ما هذيك الخياطه تاع نص سنتيم اللي كنت خيطتها تبطينه مع الرقبه، شوفوا كيف ما راني نعاود عليها. ونجيبوا هذيك الخياطه نجيبوها من الجهه تاع الرقبه، ما ندوهاش في جهه التبطينه. شوفوا نقلبوها هنا للجهه تاع الرقبه ونثبتوها. وعليها عملت هذه الخطوه باش من بعد يعني هذيك التبطينه راح تتقلب لي مع الرقبه، تجيني مع الرقبه يعني ما تروحش لهي. بهذه الطريقه نجيبوها لهنا ونخيطوا عليها على هذيك نص سنتيم. دائما في النهايه والبدايه نديروا خياطه التثبيت. شوفوا كيف ما كي ثبتناها كيف تتقلب التبطينه بكل سهوله. هنا نجيبوا القالون تاعنا نحطوه على الجهه الخاطئه تاعو. قلت لكم الجهه الصحيحه دائما تجي طبق وتجي هكا رطبه الحرير تاعها. نحطوه هكا على ظهره نخيطوه على هذيك خيطوا على التبطينه ماشي على الرقبه. شوفوا على التبطينه، ونخلو دائما هذيك 1 سنتيم ما نخيطوش عليها كيما عملنا في الاكمام. شوفوا راني خليت 1 سنتيم وحطيت القالون تاعي كيما راكم تلاحظوا. شوفوا كيف ما نخيطش على الحاشيه، نخلو 1 سنتيم ولا نص سنتيم. مبتدئات خلو 1 سنتيم ونخيط ونتبع الشكل تاع الرقبه تاعي ولا ديك تاع التبطينه تاعي. نلحقوا هنا للمنتصف نطبقوا طاويه خفيفه لهذا القالون ونكملوا خياطه عادي. نزيدوا ندوروا بخياطتنا هنا فقط في المنتصف كما قلت لكم. حاولوا هبطوا البرة وطلعوا رجل وكملوا خياطه عادي. هنا بعد ما كملت شوفوا كيف ما القالون تاعي كي نقلبوا هكذا من بعد نفوت عليها اولا الحديد
ونزيد نقلب هذاك القالون يولي على الوجه الصحيح، ونخيطه ونثبته بهذه الطريقه. نعدلو فقط القالون تاعنا ونفوتو عليها بخياطه تاع التثبيت. هذه تجي هايله لا فينيسيو هذيا كي تقلبوا القندوره من الداخل ما يبانش ابدا انكم درتوا طبطينه ولا تبان قندوره وحدها، يعني قندوره واحده تبدا قطعه واحده ما تبانش فيها خياطه ابدا. شوفوا كيف ما هنا فقط كي شفت القالون كاين جهات يعني مازالوا واقفين، نزيد نثبتهم ونفوت عليها بالخيط عادي. هنا نروحوا الان نلصقوا الكتف مع الكتف، نحطوا الكتف تاع الامام في وسط الكتف تاع الخلف وطبطينته، يعني بين الكتف والطبطينه تاعو تاع الخلف كيما هكا. نحط الجهتين الاثنين بنفس الطريقه. طبعا كنا بطلنا الجهه الخلفيه، الرقبه الخلفيه بطلناها ولكن ما فتناش عليها بالتثبيت تاع 1 سنتيم حتى نكملوا هذه الخطوه. نخيطوا نلاقيو الكتف عند الكتف، ومن بعد نروحوا نثبتوا جهه الخلف ولا الرقبه تاع الخلف، نفوتوا عليها بالخياطه. شوفوا كيف ما الخياطه تجينا مفينيه من الداخل كيما الداخل كيما من برا. نروحوا الان نثبتوا هذه الرقبه تاع الخلف على بعد 1 سنتيم. يعني هاد لي زاستيس راه موالفين في كل الفيديوهات نعملهم هنا كي كملت الاكمام راني درتهم في الفيديو الاخر كيف ما ركبتهم. نروحوا لتحت تحت الاكمام هذيك وين تجينا الحرده تاع الابط، نخيطوا نديروا كفه زوز كفات زوز طاويات لانه ما عنديش سيرجي. اللي عندها سيرجي تعمل طيه او فقط تكفاها، نخيطوها كيما هكا. نديرو زوج طاويات صغار يعني ما تعرضوش فيها ياسر. اصلا تلقوها هذا اللي هنا لتحت الطابق تلقوها مطويه وحدها بعد ما خيطنا الاكمام تلقوها مطويه ذيك الواحد سنتيم. انا نعمل لها زوج طيات فقط باش ما يقعدوش الخيوط يعني يخرجوا لي. هنا نديرو خياطه التثبيت. شوفوا كيف ما تحصلنا عليها. طبعا ديما ديروا نفس لون القماش نفسه هو لون الخيط لا فينيسيو باش تجيكم لا فينيسيو ملاحه. هنا نجيبوا لاستيك تاعنا طوله 24 سنتيم. هذيك قيسناها جبناها من هذيك الطابق اللي لتحتها هذيا، قسنا المسافه لقيناها 24. ندو 12 ندو النصف تاعها فقط. نبدو نخيطوا من وين كملنا الكم، يعني من نهايه الكم نبدو نخيطوا. هنا لاستيك تاعنا نحكموه نروحوا ونجيبوا بالخياطه ونبدو هنا نزيروا في لاستيك تاعنا نجبدوا فيه ونخيطوا على طول هذيك الطيه اللي عملناها ولا الكفه اللي عملناها في الطابق تاعنا. يعني نجبد ونخيط حتى نلحقوا للنهايه تاع الكم كيما كايا بهذه الطريقه. هذه الخطوه ولا لا فينيسيو تجينا هايله. تجي ما جيناش الطابق لتحت عريان، يعني تجينا مسطور خاصة اللي يحبوا السطرة. يعني شوفوا كيف ما بعد ما درت لاستيك راح ينقص الطول تاع الطابق تاعنا من تحت وتجي قندوره مفينيه ومسطوره. شوفوا كيف ما خيطت القالو. هنا الاكمام ما نعمل لهم هكا حجرات زينهم فقط تزيين خفيف. وفي الرقبه ثاني لتحت القندوره عملت لها كفه، بديت من المنتصف تاع الظهر كفه يعني عملت فيها زوج طيات كيما موالفيني. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا كيف ما محلاها قندوره يعني تاخذ العقل في اللبسه تاعها تجي اروع من التصوير، يعني ما عطاهاش حقها دائما التصوير خاصه فوق الارض. شوفوا كيف ما هذه الاكمام فقط الاكمام شوفوا كي تركبوهم ركبوهم الجهتين الاثنين بنفس الطريقه. تجي هذه الجهه شوفوا الجهه هذه الفوقانيه تجينا متقابلين يعني ما تجيش اخرى معكوسه. من يتمنى تكونوا فهمتوني. يجيو الجهتين ذو تاع الاكمام بنفس الطريقه. شوفوا الظهر تاعها. اتمنى تنال الاعجاب. كتهلاو في رواحكم، ما تنسونيش بجيم وكومونتير.